أنا بعت روحي وعقاري وابني، كان معي هي السيارة، كان معي هذه السيارة اللي بقتني، كان معي هذه السيارة بس ما تدخلت، كان معي هي السيارة وما تفرقش معي. أنا أبيع روحي لأجل الوطن، ما نشتي شيء من الوطن، نشتي بس بلد. يا عصام ماشي يا عصام لو سمحت بحق العيش والملح. أبرد الله كمان هذا وطن راح. هذا زي ما انتم شايفين، هذا أوامر من حق الحوثي. هذا التوجيه الأول ما هو ممنوع أنك تحتفل لابنك وغير ابنك. هذا أي أراضي في منطقة عصر يبزوهن عليك بحجة أن من حق الإمام ابن هذا الأمر الثالث، أي تاجر وأيا كان والله مواطن، هذا حق الزكاة تدي مش خمس، تتنص غصب عنك. يعني جماعة من شجرة الشذوذ والمخناث وبتكلموا باسم الدين، أي ذي بيخليك تنهب وتسفك من ذا القبيل. هذا أوامر. ممنوع تلقيح الأطفال، ذهل الجدري والحمى وغيره انتشر بشكل كبير. كم أوامر. هذا ممنوع صرف أي ريال واحد لأي مواطن لأيا كان، ممنوع. مليون جندي ما بين متقاعد ما بين ضابط وغيره والناس ساكتين. أقصى الجيش هذا حوالات خاصة، أرقام خاصة، يعني مليون حوالة لكل واحد من هذه السلالة القذرة النتنة معه رواتب. الناس تموت جوع، قد بصرتوا واحد من هذه السلالة حالكم محاله، ما بس غاز معه، ما بس المواطن بس. وهذا الوثيقة ممنوع انك تدخل انت ومرتك مطعم، هم يدخلوا الا اذا يبصرها مشرف. الوطن ضاع والناس ساكتين. كم يا اوامر على هذا الوطن. الامم المتحدة متخاذلة معاهم، قيدت الشرعية تحت البند السابع ولا حد تكلم. اين صور حقي هذه؟ طبعا ها يعني هذا ابن الحرام. يوم يجي واحد سألوك ابن حرام يدعي النبوة في يوم ليلة، تؤمنوا بهذا ابن الحرام الجراء؟ هذا والله العظيم لو في يدي شيء لا انتف الكبد حقه. منو ضيع لبنان؟ هذا الملعون حسن لعنة الله ضيع لبنان، كانت سويسرا الشرق الاوسط. اتقوا الله في انفسكم. احنا بنقول ثوره في 19/3، ثوره 17 وكنت اضعف منكم وحدي. صرتوا ما حصل في صنعاء، استنفار امني وغير ذلك. هذا الخميني من الخميني هذا جاء بس عبر طريقه مخابراتي اسرائيلي امريكي لتدمير العراق والشعوب العربيه. في 78 وصل لهم يورانيوم مخصب بنسبه 93%، جاهز قنبله نوويه. 40 سنه وما قدرتوش قنبله نوويه. المساله مساله لعب وكذب ودجل وضغوط على السعوديه. لو ما يجي يقول لك هذا الشاب جنسيا حسين بدر الدين، يقول لك الشيء شهد مع عمر أمه الجنة ما جاءت عن طريق النهب والقتل والسفك. اتقوا الله في ذا الوطن. أنا بعت روحي وعقاري وابني، كان معي هي السيارة، كان معي هذه السيارة اللي بقتني، كان معي هذه السيارة بس ما تدخلت، كان معي هي السيارة وما تفرقش معي. أنا أبيع روحي لأجل الوطن، ما نشتي شيء من الوطن، نشتي بس بلد، نشتي وطن بس نعيش مثل باقي الشعوب. أما دولة تنهبك وتقتلك وتسبقك، هؤلاء ميليشيات جماعة شاذة قتلتكم، سفقتكم، نهبتكم، أحرمتكم ذلة الشيخ والطبيب والمعلم والمواطن، أحرمتكم. ما لها إلا ثورة، وما أخذ بالقوة وما يسترجع إلا بالقوة. اعقلوا، لا تعتمدش على تحالف ولا على دولة. الدولة مقيدة ما لها إلا أبنائها. تقوم قومة رجل واحد، ثورة عارمة. بدون الثورة ما بنخرج عليا، باقي 3 أيام من الثورة. الأمور سابرة في صنعاء بس يشيلها قومة رجل واحد. والله العظيم إنهم ضعاف،
وانهم اضعف من بيت العنكبوت واهون. يا من سجنت عندهم والله اني كنت هديك والديهم، حتى لو انسجن وهديك والديهم داخل السجون. اتقوا الله في ذا الوطن، اتقوا الله في انفسكم، والله العظيم ما تشوفوا عافيه لا انتم ولا الوطن. هذا الوطن مسؤولية الجميع، لابد ما نتحرك، لابد ما نقول، لابد ما نتكلم ثورة. 19,000 كل واحد يقوم من عنده بابنك بعيالك فالكل يخرج، والله ما يجي الساعة. رب الكعبة هذا الرسالة دي للمؤتمر والإصلاح وغيرهم، تقوموا ثورة كل نخوة، مؤتمري إصلاحي اشتراكي كل نخوة. هذا شتتكم اللوبية اللي هو موجود عند الشرعية هؤلاء الملاعن والدين اللي يضيعوا الوطن. اتقوا الله في ذا الوطن. اعتقد رسالتي وصلت، وهذه الرسالة لكل يمني باقي 3 أيام، كل واحد يخرج. اشوفكم على خير.